السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، صباحكو عسل سكر زيادة. وصبح حضري، صباح الفل يا بطل مصر. صباح الفل على كل اخواتي وحبايبي اللي دايما سانديني وواقفين في ظهري. بصوا يا جدعان، احنا عندنا النهارده كام زغلول في السلاكة اللي هم خلاص على وش قطر. ده اخر الموسم بالنسبة لي، وهقول لك الايام اللي انا فرخت فيها نجحت معايا في المناخ بتاعنا احنا بقى هنا. مش هقول لك في مصر، في اسكندريه خلاص، عشان احنا عندنا هنا الشتاء شتاء، السقعه سقعه خلاص. تعالوا هقول لك اخبار السلاكه ايه، ايه اللي تم في حمام الفرخ، ايه اللي انا بجهز له بعد كده. يلا بينا مع بعضينا. رقم واحد، الديكور. انتوا عارفين الديكور كله دكر في بابه خلاص. الطواير بتتشال، الدكر الصيني والدكر التمر هندي الاتنين في الغيه فوق خلاص. طيب انا دلوقتي عندي كام زغلول انا هقطفهم، اللي هم الاخار يا شباب، اللي هم الاخار بقى اللي عندي. انتوا عارفين طريقه طبعا، الطريقه اللي انا بقطف بيها اهو. ادي الزغاليل اهي. ده طبعا الزغلول ده ايه، كان شويه كده ايه تعبان معايا شويه، بس الحمد لله فوقته. يعني ايه، الحمد لله فاق معايا. ومعايا اللهم صل على النبي زغلول هنا تاني اهو. وادي زغلول غزار تاني اهو. بصوا اهو، افرجكوا على الزغاليل كلها اهو. كده ده اسمه قطف، انا بقطف تمام. وادي زغلول حلس، وادي زغلول حلس. تعالى، اللهم صل على النبي، اللهم صل على جمال النبي. تعالى اهو. وعندنا هنا في اتنين، بصوا بقى يا شباب، في اتنين اهم. ده الزغلول ده طالع صيني، طالع ايه صيني اهو. ده ابن الصيني، ابن ابو رقبه خضراء بقى، خلاص نقول ابو رقبه خضراء اهو. ده ابنه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا برضو اخوه اهو. هيطلع برضو بدبورة صيني. هنا كان في دبورة انا شايفها هنا خفيفة اهي يا شباب، في دبورة صواينة اهي. ده اخوه. بسم الله ما شاء الله. حاجتكم دي حاجتكم، واحنا ما نقدرش نحوش حاجة عن حد. في حاجة تاني، في قبل اخضر هنا اهو. تعالى، ده عينه كانت كسرة وكان واخد قطرة امبارح. تعالى اهو ما شباب، تمام. دول اهم 2 4 دول كده 6 زغاليل. دول 6 زغاليل زي ما حضراتكم شايفين اهو، غير اللي طلعوا فوق البيض التانيين طلعوا خلاص. دول الاخار بقى. وفي عندنا بقى اللهم صل على جمال النبي، في هنا حلس، في حلس اهو. التانيين دول طبعا هيكلفوا. وفي عندنا هنا حلس وديري، حلس ومسافات. تمام يا رجاله. وبيتهيألي اللي احنا كده خلاص، دول كده اخر النمر اللي موجوده معانا. طيب رقم واحد دلوقتي انا هخش اكلف الزغاليل اللي هي اللي هناك دي، علشان دول لسه بيتفطموا. قلت لكم انا في الفطام بعمل ايه، باخد الزغاليل في ميعاد الكلفه بتاعتها. يعني هم دلوقتي المفروض عند الاهالي هيكلفوا اهو، فانا باخدهم في السن ده وبحطهم بره كده وبحط لهم الكلفه وبسيبهم. لو واحد راح كل، لو واحد كلف هيعود اخواته اللي معاه يكلفوا معاه. يلا زحزح نفسك كده شويه اهو. لو واحد يا شباب راح على الكلفه وكلف، انا هقعد لهم هنا نتفرجوا مع بعضينا. هنقعدوا كده ونتفرجوا مع بعضينا اهو. بصوا اهو، في واحد راح اهو. بصوا انا بقول لكم لو واحد كلف هتلاقي الباقي راح ورا منه. طيب انا بعمل ايه، بسيبهم لحد اما يكلفوا كلهم اهو، والتاني راح قلده. انا كده بفطم. بعمل ايه، بفطم. هسيبهم كده حوالي بتاع ربع ساعه، حوالي ربعايه، لحد لما اللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش ما ياكلش. بعد ما يخلصوا هم واخد كل زغلول تاني في مكانه هنا عند امه وابوه تاني. ليه، يكمل
يكمل كلفه. انا بس بعوده اللي هو لما يطلع بره عن مكان امه وابوه اللي هو متعود عليه تكلف اهو. وادي التالت اهو، هيفضل يلف حوالين نفسه 3 ايام. اللي ما بياكلش فيهم هيكلف، اللي ما بيكلفش فيهم في ال3 ايام دول هيكلف اهو. وادي الحلس اهو اهو. اتفرجوا كده معايا. هتطلمي عويجه بس عشان يعرفوا يلقطوها. لما بيتفطموا بتحط لهم كلفه مشكله شويه صفرة كده على العويجه اهو. بصوا هيبداوا بقى اللي هم يجيبوا بعض اهو. بصوا اهو اهو. ده اسمه ايه؟ فطام. يبقى انت لما تيجي تفطم الزغالين من عند الاهالي، انا بفطمها بالطريقه دي. باجي في العمر ده واخد الزغاليل كده دفعه واحده حاططها. يعني عندكم الابلق الاخضر مش هيكلف النهارده، انا شايفه مش هيكلف اهو. بس انا بعوده على الاقل عشان لما احطه بكره هو عارف المكان ده. مره على مره يقوم داخل ملقط معاهم خلاص. ياخدوا قد ايه بقى يا شباب؟ بقى ياخدوا لهم بتاع 3 4 ايام. 3 4 ايام بعمل الشغله دي قبل القطف عشان اطمن عليهم مش اكتر. عشان اطمن عليهم كلهم اللي هم بيكلفوا اه. وما اقطفش الزغلول غير لما يكون حس اللي هو بيكلف بيملى حصلته، مش معتمد غير على نفسه. ساعتها بقول له تعالى انت كده خلاص تستاهل القطف. تمام تمام. طيب حته بقى الحمام اللي هو اشتغل معايا، انا مشغل الحمام ده من شهر 11 اللي فات. كله اللي كان عنده الحمام دوت من شهر 11 اللي فات مشغل الحمام ده لحد شهر 9. من 11 ل 9 10 شهور صح؟ صح. طيب ال10 شهور دول يا شباب انا فرخت في انه شهور فيهم، او ال10 شهور دول انا استفدت في انه شهور. شهر 11 و12 و1 و2 و3 ادي 5 شهور. هرجع لكم تاني 11 و12 و1 و2 و3. ال5 شهور دول انا ما استفدتش منهم بحاجه. والله 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 انا في السلاكه عندي ما استفدت بحاجه. هات كلفه. كانت السلاكه دي بتكلف كل شهر معايا كانت ب 1000 جنيه و 1200 جنيه لما كان فيها السلاكات اللي هنا والسلاكات اللي هنا والزاجل. الكلفه النهارده علشان اجيب نفس الكلفه اللي على الحمام القديم عايز 2000 جنيه. ما عطتنيش ال5 شهور دول قليل قوي. اللي خدت في الموسم دوت في اول بدات تشتغل معايا من امتى؟ من شهر 4 لما انا لقيت في 4 تاني 4 و5 و6 و7 و8 و9. ادي 6 شهور. ال6 شهور دول ربنا كرمني فيهم. امتى بقى؟ اول حاجه لما الجو تعادل معانا. تاني حاجه لما خفيت الحمام. يبقى حاجتين السببين عدلوا الفرخ معايا. حط الكلام ده حلقه في ودانك هيفيدك. السببين دول هما اللي خلوني ان انا انتج وخلوني اعمل زغاليل واطلعها وخلوني عملت زغاليل وطلعتها دي. يعني في زغاليل غزار اقسم بالله على بياض وحياه ربنا طلعت هديه. كركات بيضه طلعت هديه. طراطير طلعت هديه. ليه؟ خلاص انا مركز على حاجه وفي نفس الوقت كنت لازم في حاجه كنت انا لازم اعملها. يعني جبر خواطر بمعنى صح كنت لازم اعملها ومش مهم اعملها. فانا بقول لك الايام اللي انا استفدت بيها هي الايام دي. علشان كده انا النهارده شهر 11 بقى و12 و1 و2 و3 اللي هم ما فرختش فيهم انا مش هفرخ فيهم. طب هتعمل ايه يا عم الحاج؟ انا عندي هنا 3 دكوره. ال3 دكوره دول اللي هو الحلس والتمر الهندي والصيني صح؟ 3 دكوره. ال3 في الغايه. اول حاجه هستفاد بيهم في الغايه لو هحطهم فوق دماغي. لو هزود بيهم اللي هينفع سلاح في حاجه هشغله. ال3 دي رقم 1. رقم 2 علشان اللي انا هعمله هنا في السلاكه في الايام بتاعت الشتاء انا ما بستفادش بيه بحاجه. رقم 3 ان انا مش هعمل زغاليل. انا خلاص هستكفى. اخر حاجه عندي اللي هم دول الابلق الاخضر كلف اهو. بصوا يعني حتى خيب ظني اهو. خيب ظني اهو. انا قلت مش هيكلف كلف ولا الابلق الاخضر. وهحط لهم مسقه الميه الصغيره دلوقتي اهو. بحط لهم مسقه ميه عامله ازاي بقى يا شباب اهي اوريها لكم. بصوا ادي مسقه الميه. بصوا عامله ازاي. مسقه صغيره واطيه بوزه واسع اهي.
دي طبعا هنغسلها لهم دلوقتي اهو، اهي، واحطها لهم اهو. حتى اللبلق الاخضر كلف، شايفينه انت اهو، زي الفل، مية مية. انا اجي بقى في الايام دي يا رجاله انا مفروخش، اعمل ايه؟ اقعد كده عندي بقى الكام حمامه اللي هنا، الطواير جوه، تعالوا كده معايا، الطواير جوه اهي، تعالوا اهي، ادي الطواير اهي. بصوا الدكر الحلس عمال ينزل لي فين، والنتايه مش هنا، انا شلت له النتايه من هنا خالص اهو، والله شلتها له، بدور على العروسه بتاعته امجد انا بولسي اهي، شلت له النتايه من هنا خالص، والله مش موجوده هنا اهي. ما فيهوش اي ضرر في الرمي، خلي بالكوا ها، ده مسمار، ده هو كده اتمسمر، ده متمسمر، عشان بس تبقوا عارفين وقت النش نش. وخليكم معايا وهعرفكم وهقول لكم، مش بالكلام، بالفعل. انتوا عارفين انا لما بصور حاجه وبتكلم بجيبها لكم بالفعل اهو. واللبلق الاخضر مية مية كده اهو. هم كده كمان شكلهم مش هيطولوا، يومين ولا 3 بالكتير قوي خلاص هيتقطفوا دول، بس مش هيطلعوا الغايه دلوقتي، ياخدوا له منها حوالي بتاع اسبوع او 10 ايام، تمام اهو، يعتمدوا على نفسهم اكتر. وادي الطيره الحليسيه تحت اهي، مخبيها هنا منه، والله مخبيها منه. عرفتوا بقى يا جماعه؟ الدكوره فين؟ الدكوره في البيبان، والطواير سايبه جوه. كام شهر يا عم؟ 4 شهور، مفيش مشكله. كل يوم وانا نازل من الغيه بعد النش هقوم داخل هنا، كل واحد احط له كلفته، والطواير كلفه في الارض، واخد بعضي وانزل. يخش عليا بقى شهر 3 كده، يعدي الشتاء اقوم ملقي على طول، وافرخ. ما انا فرخت في الايام دي، وانا كنت قبل منها عصيرهم، اقسم بالله كنت حالب الطواير من قبل شهر 3 اللي فات، ورغم كده اشتغلوا معايا وعطوني، يبقى ريحهم بالمره. خلاص يا شباب، ده النهارده المفيد عندنا في السلكه. ولو انا غايب عنكم شويه اعذروني، اللي بيحبني يعذرني، اللي بيحبني يعذرني. وبالنسبه للابلكيشن البرنامج، اللي عاوز يجي هناك ده على دماغي، اللي مش عاوز يجي ومش عاجبه البرنامج برضه على دماغي من فوق. حبايبي واخواتي، صباح الفل عليكم، صباح الفل على كل متابعينا المحترمين اللي بيتابعني من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي، السلام عليكم.